الانسان ما اتخلقش ياكل خضار نهائي. الحيوانات التي تاكل الجرين ليفي فيجيتابلز زي البرسيم والحاجات دي عندهم 4 معدات. يا جدع ده التاني 4 معدات. انت عارف ان 4 معدات؟ معده بتطلع الغازات، ومعده بتخلط مع اتش سي ال، ومعده ثانيه فيها اسمها المنفعه. انت عارف معده المنفعه دي اللي هي ايه؟ اللي هو انت عمال بتخمر وتعفنها. انت متخيل يعني ايه بتعفن الاكل؟ يعني بتعفن الاخضر ده لحد ما يبقى بيطلع غازات بكميات مهوله. انت متخيل المنفعه دي مخمره حاطط فيها بكتيريا بعدد مهول قبل ما يخش على المعده بقى اللي فيها اتش ال في الاخر. يعني هو بيعمل الاول تخمر بكتيري للاخضر ده عشان يعرف يستفاد منه. مش الانزيم شغال الاميليز بس، لا، ده عمل بقول لك في جوه بطن العجل حته معفنه اسمها المنفعه. خد يا معلم اشتغل في القرف ده. والناس اللي بتقف في الذبح المره اللي فاتت شافوا الاخضر بيبقى عامل زي جوه الكرش، يعني عامل اكنك مطلعه من مصفى. فانت يعني ايه القرف ده؟ تاكله انت ازاي؟ والخرفان والجاموس بياكلوا اخضر، فلازم يكون عندهم معده مركبه وطريقه لخروج الغازات. معمول له نظام للتكريع، يعني الحيوانات عشان بتطلع ميثان كتير وبتطلع غازات من قولونها بسبب الحشائش الخضراء، فبتطلع غازات، فليها نظام للايراكتيشن للتكريع. لو ما حصلش الحيوان ده بيموت. وبيقول لك توصل بيه ان انت تخرمي له معدته وتطلعي الهواء اللي في بطنه. تخيلي، يعني انت متخيله حضرتك